سلام 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 حبايبي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو تلقاكم كامل بخير ومهنيين وباحسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم جيتكم فيديو جديده، فيديو عندها شحال وهي مسجله، بصح هذا وين كتب المكتوب وراح نحطها لكم باذن الله. كالعاده ديما نتحجج لكم بالظروف، واليوم تاعنا راح نقول لكم ظروف. الله غالب، والله ديما نحب نشارك معاكم ونحب ديما نكون اجور معاكم. هذا وين كتب ربي، كل حاجه بالمكتوب يا البنات. كل حاجه وقته تكتب، وقته ربي يأذن لها به تصرى. وكما راكم تشوفوا حبيباتي، بديت لكم لا فيديو فطور الصباح كالعاده. والعوايد نحب نشارك معاكم فطوري الصباحي. هنا كان الزوج قبل ما يروح من الخدمه ربي يحفظه لي، جاب لي كعيبات تاع غاتو باه نفطر بيهم. كي نوضت الصباح لقيتهم فوق الطابله. من هذا المنبر نقول له ميرسي، ربي يحفظك ليا وان شاء الله تعيش وتجيب. من بعد رحت نغسل في القرابش كما راكم تشوفوا، القرابش تاع الفطور تاعي وتاع بنتي وتاع الزوج الكريم. ما كانش عندي قرابش بزاف. وهنا راني كنت مع الميناج وممتان كنت مع الرحله يا البنات. هذه هي اللي خلتني نغيب عليكم. هاد لا فيديو كانت مسجله عندها تقريبا بالك شهر بالك اقل، ما نكذبش عليكم، ليسونسيال عندها مده وهي مسجله. بيسكو ما لقيتش الوقت، كنت نلم في الحوايج وممتان ندير في الميناج وممتان مع التربيه، ما لحقتش. بعد ما كملت الكرابش تاعي مسحت البوطاجي تاعي، فحفحته بقطيره جافيل، قلبته يشعل. وبالمناسبه للاسف راح يكون هذا اخر روتين في دار الكرا هذه وفي البلاصه هذه. ربي كتب لنا بلاصه جديده نعيشوا فيها. غاستي برونشي ان شاء الله الايامات الجايين راح نشارككم كلش. بور لو مومون راني نسجل لكم وانا في دارنا. روحت يا البنات لولايتي، قعدت في داري ايامات ومن بعديك جيت لدارنا. بعد ما كملت مع القرابش حبيباتي وسيقت الكوزينه كملتها وفحفحتها، جيت نسيق في الكروار وفي الصالون. كانت الدنيا الاخرى مسيقه. الدوش كنت ديجا كملته. الحشك سانيتير كيف قالي غير نفوت نشاف خفيف على الكروار والصالون. الشنابر الاخرين كانوا نضاف بيسكو انا توجور نسيق يوميا. لا روتين تاعي تاع الليل ديما تكون فيها يا تسياق يا نفوت نشاف خفيفه. وكما راكم تشوفوا البنات، هذه الصاله تاعي راهي فارغه الطبطب بقاو فيها غير المطارح وهذيك الطويبله الصغيره. هنا اصلا صراحه راني كاريه بحوايج خفاف خلا. كما تعرفوا داري ماهيش هنا وعندي داري، وداري معمرتها الحمد لله. شورتي كامل خليتها في داري، ديت غير الحوايج الخفيفه خلا. الفراش تقدروا تقولوا الخطا، زاورة كوات مخاد لي كوفر، هذا ما كان دراوات. الباقي كل خليته في داري، وجبت غير الحاجه اللي نقدر نعيش بها فقط، اللي نسحقها برك 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 يا البنات. بيسكو كما راكم تشوفوا راني نكري واشاك فوا ندي بلاصي من بلاصه لبلاصه. اكيد حوايجي المبل حوايجي ملاح وجدد راح يفسدولي، وانا صراحه ما حبيتش ندي بلاصي بهم من الشرق للغرب بيسكو اكيد راح يفسدولي، دونك ما حبيتش ريسكي بهم. والحمد لله رانا عايشين والحمد لله. الحمد لله نبع علينا ربي هاد المره بدار ايكيبي فيها كلش محسوب. الحوايج اللي نسحقهم خليتهم، والحوايج اللي ما نسحقهمش بوغ لو مومون في الدار هادي بعتهم البنات. للاسف ديت غير الفراش والحوايج النيسيسار خلا اللي نسحقهم. الباقي الحمد لله الدار راها فيها كلش. وهنا كما راكم تشوفوا البنات غسلت الزاوره تاعي وحطيتها تنشف بحد الفرن، بيسك حاشاك متقيت لي عليها بنتي وما حبيتش نخليها هكذاك مالغري الشتا ونو تصب والحال البارد وامبوسيبل راح تشيح لي البرا. مي ديسيديت نغسلها ونشرتها برك في الاول تاع الدار. كما راكم تشوفوا حبيباتي جيت نشارككم بوصفه الدولمه الدجاج. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه تاعي اللي ندير بها الدولمه تاع الدجاج.
في الاشوار حطيت الكونتيتي تاع الدجاج تاعي مع شويه بصل مع شويه توابل مع شويه شابلور، وحطيتهم مع الملح بيان سور ورحيتهم مع بعضهم. زدت لهم شويه معدنوس كما راكم تشوفوا، الطريقه راهي باينه في الفيديو. بالنسبه للتوابل اللي حطيتها، حطيت معكر، راس الحانوت، فلفل كحل. واش عندك حبيبتي تقدري تحطي الكركم. كل ما تتبلي الدجاج تاعك كل ما راح يجي بنين، باسكو الدجاج يحب ياسر التوابل كما نعرفوا. من بعد عمرت كاس تاع ماء باه يعاوني في الخدمه، نبل فيه يدي ونكور هذيك الدولمه تاعي حتى نكملتهم بالكعبه بالكعبه. دورتهم كامل هنا في نفس لاشوار بلا ما نغسلها، باه تقعد بنت الدجاج ما يضرش البنات غسلتوها ولا ما غسلتوهاش، بيسكو راهو دجاج وراح يطيب في البرمه كيف كيف. حطيت البصل تاعي مع شويه معدنوس مع شويه التوابل اللي حطيتها في الدولمه هي نفسها حطيتها في الواحد في التقليه تاع البرمه تاعي. زدت دي رونديل تاع سفناريه ومع طريف تاع اللحم عفوا الدجاج، وحطيت البرمه تاعي تتقلى. من جهه اخرى كنت نغلي في الزيتون تاعي، غليته 3 فوا باه تروح له هذيك الملوحيه. مع التغليه الاخرى حطيت ورقه رند باه تطيب لي هذاك القول البنين تاعها. من بعد ما مرقت البرمه تاعي حطيت زيتون، ومن بعد حطيت الدولمه تاعي عين فلفل حار كما نعرفوا. الحار يجي بنين ياسر في الماكله سورتو مع الاخر هكا. الدولمه تاعي طابت، للاسف ما شاركتكمش باسكو لا فيديو للصراحه وللامانه راهي شويه قديمه وتحتفولي شويه مقاطع، دونك ما شاركتكمش كيفاه جات مع الاخر. بصح البنات جات بنينه تهبل، نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. الفايده مش كي تشوفوا الصحن، الفايده كي عطيتكم الطريقه. وهنا مبقى ليا غير نقولكم في امان الله، مع السلامه، الى فيديو قادمه ان شاء الله.